واو، لا واو، فيلم فلو ممكن يكون واحد من اجمل افلام اللي شفتها في حياتي. ازيكم يا شباب، اهلا بيكم في فيديو جديد. قاطع لفتره طويله، انا عارف هم شهر يناير وفبراير دايما بيبقوا كده مفهومش اي حاجه عدله، لكن اشكر الظروف انها عرفتني على هذه التحفه الفنيه الجميله اللي اول لما شفتها قلت لازم اتكلم عنها على طول. فيلم فلو هو فيلم انيميشن، فيلم لاتفيان او لاتفي من دوله لاتفيا، من اخراج وتاليف جنس زلبالوديس، جنسيته لاتفيان. ده كله مش مهم، المهم انه واخد جايزة جولدن جلوبس كأفضل فيلم انيميشن لسنة 2025. بينافس بشكل رهيب مع انسايد اوت 2 وذا وايلد روبوت. هو اقرب شوية من ذا وايلد روبوت صراحة. قصته برضه في الطبيعة والحيوانات والشجر والكلام ده هو يختلف تماما عن ذا وايلد روبوت، هو يختلف تماما عن اي فيلم انت ممكن تشوفه في حياتك اصلا. قصة مش شبه اي قصة تانية، والفكرة انه فيلم صامت، الحوار فيه صامت، مفيش ولا كلمة، هو بس الحوار كله مجموعة حيوانات مع بعضها. القصة باختصار بدون حرق كده عن قط أليف، المفروض انه كان قط بيتي عاش مع البشر قبل كده، ولكن يبدو ان العالم كله حصل فيه كوارث طبيعية ادت الى نهاية البشر بالكامل. ما تبقاش غير الحيوانات، والحيوانات دي مطلوب منها انها تسرفايف او تحاول انها تبقى على قيد الحياة. للأسف القط ده مش هيقدر يسرفايف لوحده، لو اتعرف على مجموعة حيوانات تانية واتحدوا مع بعض فرصته في البقاء هتكون اقوى. ومن هنا بالفعل بيتكون فريق مميز جدا، قط وكلب وطائر وقرد والبتاع ده مش عارف اسمه ايه، وساعات بيجي حيوانات تانية من اكتر من مكان مختلفين. كلهم بينسوا اختلافاتهم تماما واختلافات فصائلهم، وبيتعاونوا مع بعض على مركب واحدة، وبيخوضوا رحلة طويلة جدا عبر العديد من اللاندسكيبس اللي من خلالها بنتعرف ايه اللي حصل للبشر، العالم بيمر بايه، ايه اللي كان موجود واتدمر. فهل ابطالنا هيقدروا يواجهوا صعوبات تلك الرحلة، وايه هي التحديات اللي هيواجهوها وهيتعاملوا معاها ازاي؟ الفيلم كله مفهوش ولا كلمة واحدة، الحوار كله صامت، الحوار كله معتمد على حركاتهم، سلوكياتهم، نظرات عينيهم، همهماتهم، طرق تواصل بدائية جدا وطرق محدودة للغاية في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، ولكن أنت بيوصل لك كمية مشاعر وكمية أفكار البشر نفسهم ما يقدروش يعبروا عنها بكل هذه المهارات التواصل اللي عندنا وكل الكلام اللي عندنا. الفيلم ده أنت بتشوف مجموعة من الحيوانات بيتصرفوا بطريقة الحيوانات عادي، مش مثلا بيتصرفوا بطريقة البشر عشان انت ممكن تفهمهم شويه، لا هم ما زالوا حيوانات عادي، ولكن القصه من اولها لحد اخرها قصه واحده، حوار واحد. جوده الانيميشن في الفيلم ده بيرفكت، يعني مش نفس الكواليتي بتاعت بيكسار ودريم ووركس واليمينيشن. الميزانيه هنا من اضعف ما يمكن، الانيميشن ورقي جدا مش 3 دي قوي، ولكن يا الهي الاجواء بتاعت الفيلم ده بتضربك جامد قوي من الداخل. ساعه ونص كافيين جدا تنظف بيها عينك من اي تلوث. الفيلم اسم على مسمى، فلو يعني تدفق. الفيلم فعلا متدفق قوي في الانيميشن وفي كل حاجه، وطبعا تدفق هنا عايده على الفيضان او الكارثة المائية اللي تدفقت على الكوكب من كل ناحية، وشخصياتنا مطلوب منهم ينجوا منها يعني. والكلام ده مش بس عينك بتنضف، ودانك كمان بتنضف. الموسيقى التصويرية في الفيلم ده سلسة بطريقة مش طبيعية، متناسقة مع كل مشهد، بتخليك تندمج جدا في الأحداث، مش قادر تركز في أي حاجة تانية. فعلا فلو، هو الفيلم فلو في كل حاجة. ده مش فيلم، ده سحلة بيخرجك من أرض الواقع ويعيشك في حتة تانية خالص. بعيدا عن التجربة البصرية والسمعية، تعالوا نتكلم شوية عن القصة والشخصيات. الفيلم مش واخد جايزة أفضل فيلم أنيميشن عشان جودة الأنيميشن بس، الرمزيات اللي الفيلم ده بيوصلها لو أنت ركزت فيها شوية هتلاقيها رمزيات من أعمق ما يمكن. أنت هنا عندك مجموعة من الشخصيات اللي بشكل ما كل واحد فيهم لقى نفسه دخل هذا الجروب فجأة وحاسس بالأمان معاهم. القط عنده هدف عاوز يوصل له، الكلب وفي للتيم اللي موجود فيه، الحيوان ده عاوز ياكل ويشرب وينام وخلاص، القرد شخصية من أجمد وأعمق الشخصيات برغم إنه كوميدي بيقعد يجمع الاشياء وبتاع. وكمان شخصيه الطائر اللي دخل التيم ده اصلا لانه قرر يدافع عن مبادئه ضد المجتمع اللي هو فيه، وفي الاخر دخل في تجربه روحانيه كده كانت مؤثره بشكل مش طبيعي. الفيلم بيدمرك في الحته دي جامد قوي يعني. كل الاختلافات دي بتلاقيها بتاثر على قراراتهم وعلى طريقه تعاملهم مع بعض واحتماليه نجاتهم من الكارثه الطبيعيه دي. الكارثه الطبيعيه او الفيضان اللي حل على الكوكب فجاه ده خلاهم يسيبوا كل حاجه عاشوها في حياتهم
حياتهم ويعيشوا حياة تانية مختلفة تماما، رحلة مختلفة بتطلب منهم يطوروا من مهارات مختلفة، بدأوا يعملوا حاجة عمرهم ما يعملوها في حياتهم. من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الفيلم واللي هتأثر فيك جامد هي فكرة ان الشخصيات ساعات بيتفرقوا عن بعض وبعدين يتجمعوا مع بعض بعد غياب طويل. كل ده معمول في الفيلم بشكل بيرفكت. ده فعلا فيلم ما تقدرش تمسك عليه غلطة، فيلم يتشاف اكتر من مرة، لاني لحد دلوقتي ما فهمتش كل الرمزيات اللي فيه، رمزيات نفسية واجتماعية واسقاط على مشكلة المناخ اللي احنا بنعيشها دلوقتي، وكمان في طبقات روحانية. الفيلم وصل لمستوى تاني خالص من ناحية الرمزيات او الاسقاطات. فيلم مش سهل نهائي، ولكن برضه مش فيلم لكل الناس. عشان اكون صريح، انت ممكن تتفرج على الفيلم تقول ايه العقم ده، انا مش فاهم حاجة، هو عايزين يوصلوا لي ايه وايه العبث ده من هنا لهنا، مفيش حاجة شبه بعضها. الفيلم فعلا كل مشهد مختلف عن اللي قبله، شخصياتنا دخلوا البر والبحر والجو والعالم الاخر. بس عامة لو انت بتحب الافلام اللي فيها تشغيل دماغ شوية وفي نفس الوقت بتحب الافلام اللي بتديك مشاهد مؤثرة وتقعد تتأثر وتعيط والكلام ده، الفيلم خيار مثالي جدا انك تشوفه دلوقتي. موجود على النت بجودة حلوة، مش محتاج تسرش عنه مترجم لان مفهوش ولا كلمة. الفيلم صامت تماما، مليان طبيعة، مليان حيوانات، مليان اشجار ومشاهد ساحرة، مليان موسيقى ايبك، موسيقى خرافية. هتاخد منه تجربة مشاهدة فلولس. فيلم فلو تقييمي ليه 10 من 10، مفهوش ولا غلطة. ونشوفكم على خير ان شاء الله.